ودي بألف هنا وشفا. الصينيه لما طلعت من الفرن ما حبيتش احمرها قوي قوي، هي خدت لون واستوت وما فيهاش سوائل زي ما احنا عايزينها، ودي مستويه زي الزبده. بالهنا والشفا اللي هياكل، بالهنا والشفا اللي هيجرب الوصفه. وعايزه اقول لكم الجوانح ليها طعم تاني خالص في الموضوع ده. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في قناتي يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك. اللايك ببلاش على فكره والله، وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. ربنا ينفعكم بكل خير وينفعنا بدعواتكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمل النهارده صينيه بطاطس، لعلكم بخير ان شاء الله، واتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها لانها حلوه قوي وانا عملتها قبل كده. ده حوالي كيلو وربع تقريبا بطاطس وبصل، بصل جوانح، قطعت بصلتين وسط كده، بضحي بقى في البصل الغالي. قطعت بصلتين وعملناهم بالملح والفلفل، وقطعت البطاطس وقطعت عليهم قرن فلفل رومي لان ما عنديش فلفل حامي. حطيت شويه كزبره، وهحط تاني شويه فلفل اسمر، انا كنت حاطه قليل على البصل. مختصره لكم الخطوات عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، عشان بيتقصوا نصه في التيك توك. فايه، شويه بابريكا وشويه فلفل اسمر حطيتهم، وحطيت شويه كزبره قبلها، وهنحط تاني شويه ملح. تمام. وعندي شويه قوطه طماطم معموله، كانت زياده يعني في طبخه، فشلتها في كيس وقلت خليها تنفع في حاجه تاني. كانت القوطه طبعا ما شاء الله غاليه نار، كانت معديه ال 20 جنيه. المهم كده البطاطس جاهزه، وعندي ادي الجوانح. من بالليل تبلتها بملح وفلفل وشويه بابريكا وشويه كزبره، وركنتها في علبه وشويه زيت ونقطتين خل عليها عشان الزفر. بعد ما غسلتها كويس جدا ونقعتها كويس كاني بعمل فراخ عادي، مفيش اي مشاكل في الحياه، وحطيتها في علبه وبيتها في التلاجة، وصبحت الصبح خدتها تشويح. تمام. خدتها تشويحه عشان الزفر وعشان تنزل كميه السمنه اللي هي فيها دي، عشان متبقاش مليانه دهون. وادي دلوقتي البطاطس اهي، هرصها فوق الصينيه. لسه كده ما حطيناش الطماطم لانها بتفك شويه. هحط معلقه صلصه وازودها. ما نزلتش دهون كتير على فكره، انا حاطه في الطاسه حبه زبده، حته زبده وشويه زيت. واحط الزبده لان الزيت بيبقى طعمه مش حلو. هنا بحاول ارصها عشان كلها النار تحصلها، السخونيه تحصلها. على فكره بيبقى طعمها خرافه يا جماعه، عملتها قبل كده وعملتها بالصويا صوص وبالحاجات كتيره كده. طبعا انا مش حاطه دهون فهضطر احط دول، محطتش اي دهون تحت ومش هحط غيرهم. هنزل بقيه الدهون مطرح التشويحه، بيبقى ليها طعم تاني. جربوا شوحوا الحاجه عشان ما تبقاش زفره في الصينيه. كده جاهزه. كده هنحط ايه، نجيب الطماطم. ده فيه شويه شطه، ودي الطماطم غالبا مش هحط غيرها، هسيبها تفك شويه، مش هحط غير دي. هو احنا مش بنحب الطماطم كتيره في الحاجه وبيحب الحاجه ناشفه، فبنعمل اللي مطلوب من سياده المدير بتاع البيت. دي على ما اعتقد شطه، هندهنها كده، مش هنحاول نكلكعها في حته واحده. احيانا بتبقى شطه كشري هما جايبينها وعايزينها تحطها لهم في الاكل. حاضر. هنسيب دي شويه تفك على ما اصلي الظهر بيأذن. وادي الصينيه، هنرش رشه ملح لان احنا محطناش قلنا ملح كتير ولا على البطاطس ولما الطماطم تفك. وهنحط شويه صلصه في كوبايه، حط معلقه صلصه
ونكب بقى على الوش على ما الطماطم تفك. دي صلصة طبعا، دي لما تفك هتبقى مدية سوائل كتير، فاحنا ايه هنكبها كده على الحاجة من فوق تدي لون وتدي في نفس الوقت ايه طعم. كده كملت الوصفة. على فكرة ممكن احطها كده على النار والقوطة هتسيح اجباري، مفيش اي مشاكل في الحياة، يعني مفيش حاجة تعطلك عن اللي انت بتعملها. واتحطت دي ومع السخنية هتفك وهتنزل وهتزرعت الدنيا طماطم وهتبقى زي الفل. فانا هسيبها شوية تفك وبعد كده ان شاء الله نكمل. ودي بألف هنا وشفا. الصينية لما طلعت من الفرن ما حبيتش احمرها قوي، هي خدت لون واستوت وما فيهاش سوائل زي ما احنا عايزينها، ودي مستوية زي الزبدة. بالهنا والشفا اللي هياكل، بالهنا والشفا اللي هيجرب الوصفة. وعايزة اقول لكم الجوانح ليها طعم تاني خالص في الموضوع ده. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في قناتي يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك. اللايك ببلاش على فكرة والله، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. ربنا ينفعكم بكل خير وينفعنا بدعواتكم ان شاء الله. ودي بألف هنا وشفا. الصينية لما طلعت من الفرن ما حبيتش احمرها قوي، هي خدت لون واستوت وما فيهاش سوائل زي ما احنا عايزينها، ودي مستوية زي الزبدة. بالهنا والشفا اللي هياكل، بالهنا والشفا اللي هيجرب الوصفة. وعايزة اقول لكم الجوانح ليها طعم تاني خالص في الموضوع ده. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في قناتي يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك. اللايك ببلاش على فكرة والله، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. ربنا ينفعكم بكل خير وينفعنا بدعواتكم ان شاء الله.